الأمثلة. بريطانيا دولة كافرة احتلت الجنوب. نحن لا نمجد الاحتلال ولا نمجد بريطانيا أبد، الاحتلال كله مرفوض، ولكن هناك احتلال يبقي له بصمات في الأرض. بريطانيا خرجت، ظلت 120 أكثر من 120 عام. هل يوجد واحد من أبناء الجنوب تنصر؟ هل نصرت أحد؟ الحمد لله ما في. لكن يمكن لو خرج اليوم الاحتلال الدحباشي، كم من أبناء الجنوب قد تدحبش؟ كم أخلاق سيئة نشروها فينا. بريطانيا بنت مطار عدن الدولي اللي جاء عليه عبد الله صالح بيبيعوه. شوفوا مطار عدن كيف أصبح خاوية، خاوي ميت. تلك الكافرة يقولون أنها كافرة وهؤلاء يدعون أنهم مسلمون. تلك الكافرة بنت مطار عدن الدولي في عام 1927 ميلادي. جاء هذا المحتل الذي يدعي أنه أخ، يقولون أنهم إخواننا وأننا مسلمون وأنهم مسلمون. انظروا كيف فعلوا بالمطار. بريطانيا أسست مصافي عدن في عام 1952 ميلادية، والمصافي اليوم كيف حالها؟ خلاص قدها تمشي على الدرب، شفطوها. والله عدمهم قليل حياة ولا بيخارجوها، لأنه مشكلة إخواننا في الشمال دائما يحبوا أن يكون أي شيء ملك للقبائل ما يكون للدولة. تفرجوا لهم حتى السفارات حقهم إيجار. بعد 94 أخذوا مباني السفارات حق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت مملوكة. مبانيهم وإداراتهم في الشمال كلها إيجار. هذه ليست دولة، هذه عصابة لا تملك شيء. تجي إلى جبل يقول لك ما بالله هذا الجبل ملك القبيلة الفلانية. مثل ما قال عبد الجلدي. قال عبد الجلدي، سمعتوه أيام الثورة، حقهم البورة طبعا. قال والله لو تنفصل الجنوب لنتقاتل في الشمال على الحجر والشجر. هم يشفطوا الجنوب، هم ينهبوا الجنوب، ما معهم شيء. بريطانيا أسست محلق القطن في أبين، وكان من أجود أنواع القطن. دمروه. المحلق اليوم انتهى، خصخصوه رجعوه. مؤسسة الماز تبع يحيى بن محمد عبد الله صالح آل الأحمر، أسأل الله أن يجعل يومهم في جهنم أحمر. بريطانيا أسست أول مركز أبحاث على مستوى الخليج داخل الكود في أبين. دمروا نصفه في 94، والآن في الحرب حق القاعدة دي شلحوا الباقي وخلوه خاوي. هؤلاء يدعوا أنهم مسلمون. الكافر يا ابني بالله عليكم لو خرج هذا الاحتلال من الجنوب بأي شيء سنذكره؟ أي شيء خلف؟ ما كان موجود دمره. قتلونا، دمروا بلادنا، نهبوا ثرواتنا، كل شيء دمروا، ما بقى حاجة. سهل والله أحيانا نذكر الأموال والثروة لا نزعل على الإنسان. دمروا شبابنا اليوم. انظروا أبنائكم اللي يدرسوا في المدارس، أي تعليم موجود اليوم والله يتخرج من الثانوية ما يعرف يقرأ. تجهيل. أرادوا أن يجهلوا أبنائنا، نشروا المخدرات. هؤلاء اللي يدعوا أنهم مسلمون. المخدرات اليوم موجودة وأبنائنا فوق المخدرات.
يريد أن يدمر الشباب بهذه المخدرات. زمن الحزب الاشتراكي بالله عليكم، قل هو اشتراكي لعنة الله عليه ما حد فيه، لكن بالله عليكم هذا الاشتراكي كان يدخل الحبوب، هل كان موجود مخدرات؟ هل كان في موجود ديزبم؟ في حشيش؟ ما في. اليوم في حبوب صفرة يسموها القذافي، لما يشربها الواحد خلاص ما عاد يضرب نفسه يصلح، ممكن يقتل، ممكن يسرق، يفعل أي شيء. هؤلاء الذين يدعوا أنهم مسلمين يريدوا أن يدمروا شبابنا. أقول للشباب حافظوا على صحتكم، حافظوا على شبابكم. أنتم عباد هذا الجنوب، أنتم مستقبل هذا البلد، أنتم من ستبنون هذا البلد. رسول الله يحرم الخمر ويحرم كل مسكر. النبي يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أي حاجة تسكر العقل محرمة. لذلك ينبغي اليوم على المدرسين في المدارس أن ينبهوا الشباب والطلبة إلى خطر المخدرات. وأنا أشكر والله، كنت أشاهد قناة عدن وشاهدت مجموعة من المدرسين أو في مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات. جهد ذاتي، لكن هذا الجهد جهد عظيم ومشكور. ينبغي على الآباء أن ينبهوا أبنائهم وأن يتابعوا أبنائهم، على المدرس أن ينبه الطلبة، على الخطباء والعلماء وأئمة المساجد أن ينبهوا الناس لخطر المخدرات، لأنهم استخدموا كل الوسائل واليوم يستخدمون تدمير هذا الشباب الذي هو عماد الجنوب وهو مستقبل الجنوب وهو من سيبني الجنوب. النفط سيعاد، الأموال إن ذهبت ستعاد، أما الشباب كيف نعيد إلى الذهاب؟ من أين نأتي به؟ لذلك حافظوا على أبنائكم. وفي الأخير أقول ينبغي علينا أن نلتجئ إلى الله وأن نتضرع له وأن نكثر من الدعاء، لأن الدعاء سلاح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح، لا نهمل الدعاء فإن الله يستجيبه. اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا، اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا، اللهم فكنا من إصابة صنعاء فكا جميلا، ولا تجعل لشياطين صنعاء علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين صنعاء علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين الإصلاح علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين الإصلاح علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين الاشتراك علينا سبيلا، ولا تجعل لشياطين الاشتراك علينا سبيلا، ولا تجعل للدحابشة علينا سبيلا، ولا تجعل للدحابشة علينا سبيلا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واشغل المؤذيين بالمؤذيين، واشغل الفاسدين بالفاسدين. اخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احفظ اهلنا في ارض الجنوب المحتل، اللهم احفظهم عن ايمانهم، واحفظهم عن شمائلهم، واحفظهم من امامهم، واحفظهم من خلفهم، واحفظهم من فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحت ارجلهم. اللهم اجعل لاهلنا في الجنوب من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل شدة وبلاء عافية. اللهم كما احرقوا ابيا فاحرق صنعاء، اللهم كما احرقوا ابيا فاحرق صنعاء، اللهم كما احرقوا ابيا فاقر عيوننا بان نرى صنعاء تحترق. اللهم ان الدحابشة يدبرون ويخططون لحرب اهلنا في الجنوب، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، واكفنا شرهم وأذاهم. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح اللهم للموعظة قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.